وأسأل الله جل وعز أن يخرج الكلام من القلب إلى القلب، فجمال الكلام وصدقه إن نطق به القلب قبل اللسان. عادة أنت يوم الضيق وتشعر بهم وغم وين تسير؟ سل نفسك. يوم أنت ترى أن الدنيا اسودت عليك وأظلمت، وترى أن الهموم والديون تتبعك، أين تذهب؟ وين بتسير؟ في ناس تذهب تقول لك بسير مقهى، صح؟ في ناس تقول لك بسير رحلة، في ناس تقول لك أسير أسافر. شوف، الله معك والله العظيم. الهم قبل أن يقع في قلبك الله يعلمه، والله العظيم قبل أن تشكو يعلم الله الشكوى، وقبل أن تسعفك الكلمات يعلم الله ما هي الكلمات، وقبل أن تنزل تلك الدموع الحارة من شدة الهم والغم يعلم الله. يا صباح الفل، يا صباح الخير على كل اللي بيشوفوني. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. النهارده عاملين ميزانيه حلوه جدا، ميزانيه ال500 جنيه. ان شاء الله هنتفرج على الفيديو ونستفاد كلنا مع بعض. فقبل ما ندخل الفيديو يا ريت تعملوا لايك واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا على اول حاجه. بصوا يا بنات، اول حاجه هنا اللحمه المفرومه من الحاجات الموفره جدا جدا جدا. تمام، انا عندي هنا كيلو الا ربع لحمه مفرومه، قسمته 2. عملت نصه كفته حاتي والنص التاني عملته كفته ببرغل. الكفته ببرغل برضو بتزود الكميه، وبرضو الحاتي عندي طريقه كده بتخليها تزيد، هتشوفوها معايا دلوقتي. بس خلينا الاول نتكلم في ميزانيه ال500 جنيه. ال500 جنيه في الاسبوع هنعمل بيهم ايه؟ تمام، دلوقتي يعني اللي انا شفته في مصر ان يعني في ميزانية ممكن توصل ل400 و500. يعني احنا بقى بنتكلم ايه، هناخدها واحدة واحدة كده. فهنبتدي بميزانية ال500 جنيه. هنعمل ايه في الاسبوع بال500 جنيه دول؟ بصوا، اول حاجة تعالوا نشوف الاسعار عندنا ايه في مصر. الاسعار عندنا كيلو اللحمة البرازيلي ب130 جنيه، كيلو اللحمة البلدي ب160 جنيه. دي اسعار يا بنات المحافظة اللي انا عايشة فيها، المحافظة اللي انا منها يعني. طيب احنا دلوقتي لو جبنا في الاسبوع كيلو لحمة برازيلي ب130، مثلا جبنا نص سليم ونص مفروم، تمام، يبقى كده حوشنا 130 جنيه من الميزانية. وخلينا نحوش 150 جنيه على جنب ديت للسوبر ماركت والمصاريف ولادنا. يبقى احنا كده معانا ايه من ال500 350، حوشنا منهم 130، يبقى معانا 220. طيب هنجيب ايه تاني؟ هنجيب نص كيلو بانيه. البانيه من الحاجات الحلوه جدا جدا، وكمان بتعرفي ان انت توفري منها وتعملي منها حاجات كتير. فخلينا نجيب نص كيلو بانيه. نص كيلو، الكيلو ب140 جنيه، نص كيلو بكام؟ ب70 جنيه. تمام، ونجيب مثلا ب40 جنيه اجنحه، الكيلو ونص الاجنحه ب40 جنيه. يبقى احنا كده يا بنات جبنا ب100 جنيه فراخ، وجبنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من 130 بتاع لحمة. تمام، يبقى احنا كده باقي معانا من ال300 جنيه، من ال350 جنيه باقي معانا كام؟ انا مش مظبوطة في الحسابات بس تمام معاكم. يعني باقي معانا 70 جنيه. 70 جنيه دول هنحاول اللي احنا صح 70 ولا كام؟ احنا حوشنا ده 220 230 لا باقي معانا 120 جنيه. 120 جنيه دول بقى هنعمل ايه؟ هنروح بقى السوق. الطماطم الايام دي رخيصه، هتجيبي طماطم. بصوا يا بنات، الميزانيه دي كمان لاصحاب التموين علشان نكون يعني مركزين، لان التموين عندنا في مصر كمان بينفع اسر كتير جدا. الفرد له 50 جنيه بياخد مثلا ازازة زيت وكيس سكر، فبيبقى الكمية يعني بيوفر معانا. احنا بنحاول احنا يعني نستهلك اقل. طب ال120 جنيه دول هنعمل بيهم ايه؟ هنجيب مثلا بقى هنجيب الطبق البيض دلوقتي ب86 جنيه. طيب احنا هنجيب اللي هو ايه يعني، هنجيب ب30 جنيه بيض.
ده اساسي علشان الولاد وكده. ب30 جنيه بيض، وهنجيب كمان ب30 جنيه لبن. تمام، يبقى احنا كده حشنا 60 جنيه من ال120، باقي معانا 60 زيهم. طب ال60 دول هنعمل بيهم ايه؟ هنجيب بقى مثلا الطماطم الايام دي ب5، هنجيب مثلا 2 كيلو طماطم. يعني الخضار الايام دي رخيص. هنجيب مثلا قرنبيطه كده على جنب، القرنبيط برضو من الحاجات الحلوه اللي بتوفر وكمان مغذيه وحلوه جدا للاطفال. هنجيب البطاطس ب6 جنيه، هنجيب كيلو ونص بطاطس، هنجيب على قد ال10 جنيه. ونحاول ان احنا نقلل في استهلاكنا يا بنات، يعني نحاول على قد ما نقدر نقلل في الاستهلاك. طيب احنا كده صرفنا 20 جنيه من ال60. هنجيب يا بنات كمان القرنبيطة ب5 جنيه، يبقى كده 25، بقى معانا 45. هنجيب بقى البرتقان والموز، الاتنين الايام دي اسعارهم حلوه. طبعا احنا بنحاول ان احنا نقلل في الحاجات دي على قد ما نقدر، لان طبعا الموضوع بقى صعب جدا يعني. فهنجيب مثلا بال40 جنيه دول، بال45 هنجيب مثلا كيلو ونص برتقان. الكيلو ب5 دلوقتي، او كيلو ونص ب10. هنجيب مثلا كيلو، هنجيب ب15 برتقان. والموز برضو بنفس الموضوع، الموز الكيلو ب10، هنجيب 2 كيلو موز. يبقى احنا بقى معانا من 60 جنيه كام؟ 25 جنيه. 25 جنيه دول بقى هنعمل بهم ايه؟ هنجيب نوع واحد من البقوليات، وكل اسبوع هنجيب نوع بس، هنجيب كيلو. يعني مثلا هنروح العدس دلوقتي ب30 جنيه، هناخد 5 جنيه من مصروف ال150 اللي احنا عينهم على جنب، هناخد منهم 5، ونروح نجيب كيلو عدس يفضل عندنا ويكمل، يعني يكمل معانا بقى طول الشهر. تمام. طبعا هتقولي في طب ناقص البصل والحاجات دي كلها. برضو لا، لو احنا لقينا الدنيا مش مظبوطه، وطبعا الاسعار دي يعني مش على الكل، في كل المحافظات بتختلف عن المحافظه اللي بعدها. فاحنا معانا ال150، احنا ممكن بقى لو محتاجين البصل الكيلو ونص ب10، هنجيب على قد الاسبوع. يعني هناخد 10 جنيه من ال150 جنيه اللي متعانين على جنب دول، ونجيب كيلو ونص بصل. هنحاول ان احنا نكفي نفسنا على الاسبوع، او نجيب 20 جنيه بصل من الفلوس اللي احنا عاينينها دي. طب نروح بقى للميزانية بتاعة الاطفال وولادنا والكلام ده كله، وبتاعة السوبر ماركت. هنجيب ايه؟ طبعا هنجيبي المنظفات، هنحاول احنا نقلل في المنظفات، يعني نروح نجيب من ال من السوق من اللي هي المنظفات اللي بتتعمل يدوي، موفرة وحلوة وزي الفل، مش هتقول لا. طيب هنعمل ايه؟ 20 جنيه هنعملهم منظفات. طيب ال20 جنيه هيكفوا؟ نحاول على قد ما نقدر ان هما كل اسبوع نجيب ال20 جنيه. او لو ميزانيتك طبعا اعلى مش مشكلة، نحاول على قد ما نقدر ان احنا نظبط استهلاكنا يا بنات. طيب هنجيب ايه بقى بال20 جنيه؟ هنجيب بيهم ايه؟ هنجيب اللهم صل على النبي ب5 جنيه او ب3 جنيه كيلو من المسحوق المواعين. وهنجيب كمان 2 كلور او 1 كلور. وهنجيب بالباقي صابون بقى اوتوماتيك او صابون عادي اللي هو البرسيل. بس كده. يبقى انت عندك كده باقي بقى من ال150 110 انت عيناهم على جنب. ال110 دي هتجيب لك علبة جبنة، او يعني علبة جبنة او كيلو الجبنة حاليا ب40 جنيه، اللي هي الجبنة التلاجة. هتروحي تجيب لك كيلو جبنة ب40 جنيه، يبقى معاكي 80 جنيه. 80 جنيه المصروف اليوم، يعني عشان بقى لو ولادك عاوزين مصروف مش عارفة ايه الكلام ده كله. انا بتكلم يا بنات في ميزانية الاكل والشرب، ماليش دعوة ابدا بميزانية الكهرباء والمية. انا مطلعه 500 جنيه مثلا مصاريف اكلنا وشربنا. طبعا الدنيا هتزنق معانا، والدنيا كلها مزنقه وكلنا ماشيين بالبركه، بس هنعمل ايه؟ هو ده الحال، وده احنا لازم ان احنا نكمل عليه. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا كل اسبوع نشيل حاجه على جنب، بحيث ان احنا احتاجنا حاجه في نص الاسبوع نعرف ان احنا نجيبها. نوع من انواع البقوليات، لو احنا كل اسبوع حوشنا 30 جنيه عملناهم البقوليات، هنجيب كيلو يكفينا الشهر كله. كل اسبوع تجيبي كيلو كامل، الكيلو بيبقى فيه بركه، بتقسميه زي ما انت عايزه. طيب التموين، احنا بنعمل ايه في التموين؟ بنجيب ايه من التموين؟ التموين ده يا بنات بيجيب لنا رز، بيجيب لنا زيت، بيجيب لنا دقيق. طيب احنا مش عارفين بقى نجيب يعني ما جبناش الحاجات دي من التموين، وجبنا بس اللهم صل على النبي زيت وسكر، وجبنا معاهم مثلا رز.
تمام. طب يبقى نروح بقى نشتري ايه؟ طبعا احنا معانا 80 جنيه، لو ادينا لكل طفل من اطفالنا مثلا 2 جنيه او 3 جنيه في الاسبوع، لو عندك طفلين احنا بنتكلم في 6 جنيه في الاسبوع، في 6 جنيه في اليوم، يعني ده 12 24 ده 8 36 يعني 40 جنيه لولادك في الاسبوع، لكل طفل 3 جنيه. ال40 جنيه الباقيين بقى هنشوف بقى، مثلا عايزين علبة سمنة نجيب، عايزين مثلا نوع بقوليات زيادة نجيب، عوزنا مثلا نجيب دقيق، مثلا ممكن نجيب كيلو دقيق في الاسبوع، ومثلا نجيب بالباقي مكرونه، نجيب مثلا كيس المكرونه او كيلو المكرونه حوالي باين ب10 جنيه، ممكن نجيب 2 كيلو مكرونه او كيلو رز وكيلو مكرونه. يعني بصوا، يعني نحاول ان احنا نجيب على قد ما نقدر. طبعا هي الدنيا مولعه نار نار، ومحدش عارف اصلا ان هو يعيش، بس الحمد لله هنعمل ايه، ده الوضع اللي احنا عليه ولازم ان احنا نستمر عليه. تمام. يبقى احنا كده الميزانيه بتاعتنا 500 جنيه، جبنا كل طلباتنا في الاسبوع. طيب اللحوم هنعمل فيها ايه؟ عندك نص كيلو لحمه، ده نص كيلو القطع ده، شوفي انتي بقى بتاكلوا وبتشربوا قد ايه. يعني احنا ممكن مثلا ناخد نصه ونقطعه صغير خالص خالص، ماشي، نقطعه زي الدمعة كده، او احنا بنقول عليها في الدقهلية دمعة، بنقطعها صغير خالص كده وبنعملها في صلصة ونحط عليها بسلة وجزر وكده، وبنعملها وجبة جميلة جدا جدا، والتقطيعة الصغيرة دي بتفرط كتير وبتأكل كل العيلة. تمام. تقطيعة صغيرة، يعني القطع على قد الأكلة كده، أو مثلا قطع على قد أكلتين، على قد معلقتين. وطبعا لازم تحسسي ولادك وجوزك والدنيا كلها اللي حواليك ان الظروف انت مش انت السبب فيها، دي ظرف عالمي. احنا كل العالم كله بيشتكي من غلاء الاسعار. تمام. فاحنا لازم كلنا ندور ونوفر ونعود ولادنا وجوازنا على هذا النظام. يعني اللي كان بياكل قطعتين لحمة لا ياكل النهارده قطعة. ما احنا هنعمل ايه؟ ما هو لا اما كده يا اما هننتحر. فاحنا بنحاول ان احنا قدها وقدود كده، وستات بيوت شاطره وعاقله، ونحاول نضاعف الكميه وناكل ولادنا ونشربهم الحاجات الموجوده والمتوفره، وفي نفس الوقت اللي تديهم كل البروتين وتديهم كل الصحه باذن الله. فاحنا النص كيلو ممكن نقطعه، لو انتي وجبه يعني لو انتي اسره 4 افراد هتقطعيه رباع وتقطعيه صغير خالص، وتعمليه زي ما بقولك كده، بيبقى جميل جدا جدا. او ممكن كمان تعمليه شاورما وكتري بقى في البصل، او تعمليه اللي هي بقى كباب حله وكتري في البصل والحاجات دي، هيبقى جميل جدا جدا برضو ومش هيحسوا بالفرق. طيب عندنا نص كيلو اللحمه المفرومه، بناخد مثلا هنقسمه نص كيلو، مثلا ناخد 150 من كل من النص كيلو ده، 150 جرام مثلا. طبعا هتحطي عليهم تضاعفيهم بقى بالكميات، يعني ضعفي بقى بالبصل بالحاجات دي كلها علشان يكفي معاكي الاسبوع ويفيد عليكي كمان. فاحنا كده عملتي وجبتين من النص كيلو لحمه القطع. دلوقتي خلينا نتكلم في نص كيلو بقى المفروم، هنحاول ان احنا نقسمه على 3 اكياس يعني، ونضاعفهم بالكميه بقى. مثلا هتعملي كفته، هتحطي مثلا حطي مثلا على الكيس ده حطي ربع كوبايه برغل منقوعه، وهتحطي بصلايه، وهتحطي قرن فلفل، وهتحطي مثلا اللهم صل على النبي ممكن تعملي كمان بطاطسايه تبشريها او تفرميها او اي حاجه يعني، او تسلقيها وتحطيها، هتضاعف معاكي كمان الكميه جدا، هتعملي كميه محترمه. الاتنين التانيين ده ممكن تعملي جلاش بقى، تعملي بشاميل زي ما تحبي. تمام. اللي يبقى انت عندك كده 5 ايام ما شاء الله، انتي اكلتي فيهم لحمه زي ما انت عايزه. طيب انت عايزه تاكلي نص كيلو لوحده براحتك، عايزه تقسمي النص كيلو مفروم على مرتين طبعا براحتك. تمام. يبقى احنا كده خلينا نحسبهم على 4 ايام. لسه عندنا اللهم صل على النبي كيلو ونص من الاجنحه، وعندنا كمان نص كيلو من البانيه. نص كيلو البانيه ده ما شاء الله بيبقى كميته جميله جدا جدا. فانت بتقسميه مثلا يعني نصين او ازيد، بتاخدي منه مثلا 3 قطع وتعينيهم على جنب، او 4 قطع وتعينيهم على جنب، بتبقى شرايح خفيفه كده.
الباقي بقى بتعمليه طبعا بانيه عادي، بيبقى حلو جدا جدا. ده برضو يوم من ضمن الاسبوع، يبقى كده انت ضاع من عليكي 5 ايام. طبعا لو انت مشيتيها نص ونص، لو انت هتمشيها زي ما انا بقولك كده بالربع، يعني الاسبوع هيفيد كمان. فهناخد النص كيلو ده هنقسمه على مرتين. وممكن كمان لما الميزانية تحسبيها كده وتظبطيها، ممكن تستغني عن كيلو ونص الأجنحة بال40 جنيه، وممكن ان انت تستخدميهم بقى في حاجة تانية. يعني ممكن تجيبي علبة سمنة، ممكن تجيبي اي حاجة زيادة للبيت، كلام من ده. فخلينا بقى، او ممكن مثلا هنجيب مثلا الاحتياجات اللي هو مثلا عايزين سبونج، مواعين، عايزين سلك، عايزين مش عارفة ايه الكلام ده كله. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نظبط الميزانية بتاعتنا على حسب تفكيرنا. انا بقولك قواعد كده وحاجات اساسية، وانت طبعا تمشي بقى بيتك على حسب ما تحبي. فاحنا دلوقتي زي ما قلنا ان احنا ممكن نستغنى خالص عن الاجنحة، وال40 جنيه هيكونوا توفروا معانا. فممكن نجيب بيهم مثلا علبة مربى، علبة حلاوة طحينية، مش عارفة ايه، نزود بيهم البيض، نجيب بيهم لبن اكتر، كلام من ده. البانيه هنقسمه زي ما قلنا على مرتين، يبقى احنا كده عندنا اللهم صل على النبي 6 ايام في الاسبوع ما شاء الله اكلنا فيها اكل كويس. يبقى احنا عندنا اخر يوم ده بقى ممكن نقضيه بقى بطاطس وبيض، كلام من ده. كمان يا بنات الكيكات والحاجات دي جميلة جدا للفطار. ممكن مثلا اللهم صل على النبي الفطير المشلتت مش هيكلفك حاجة خالص، وفي نفس الوقت جميل جدا تعمليه على الغدا، وتعمليه تحطي جنبه حتة جبنة مش او اي حاجة، كلام من ده. القرص، الحاجات دي جميلة جدا في البيت، حلوة جدا، بتوفر عليكي وجبة الفطار. ده غير اصلا ان احنا اصحاب التموين بياخدوا تموين كل شهر، يعني بياخدوا عيش كل يوم. فبرضو ده حاجة برضو جميلة. انا عن نفسي كنت باخد العيش ده، واللي كان بيتبقى عليا منه كنت بنشفه وبكسره وبعينه وببيعه لأي حد، يعني بتاع علاف والكلام من ده كانوا بياخدوه. لان في ناس بيشتروه، كان الكيلو كان ايامها لما كنت بعمل كده كان الكيلو ب4 جنيه. فكنت بعبي شكارة كنت ببيعها، كانت ساعات الشكارة بتوصل معايا ل70 و80 جنيه، كانت جميلة جدا بتوفر عليا. كنت بعمل حسابي ان الشكارة دي مثلا بتتلم في شهر ونص او شهرين، لان انا كان ابني كان صغير ما كانش بياكل قد كده عيش وكده. فزي ما بقولك كده، وكمان كنت اكتر حاجة بعملها فطاير، كنت بعمل الكيكات، كنت بعمل الحاجات دي، فكان العيش بيتوفر عليا. فلما كنت بقى بيتبقى معايا وما شاء الله كان بيجيب لي 70 80 جنيه دول، كنت بعمل حسابي ان 70 80 جنيه دول مثلا اجيب منهم مثلا ازازة زيت اللي هي نظيفة، اجيب مثلا علبة سمنة كبيرة تكفيني فترة، اجيب البقوليات كلها مرة واحدة، يعني ادخلهم في البيت في الحاجات اللي هي ترمي معايا كده وتفضل معايا فترة كبيرة. تمام. انا طبعا ما اتكلمتش في اي فيديو، انا الفيديو شارح نفسه يا بنات. انا عملت لكم النهارده كذا وجبه، كذا حاجات اقتصاديه. عملت الرنجه، عملت الفطير جميل جدا وسهل وبسيط، وان شاء الله برضو هنزله لكم لوحده. بس انا حبيت ان انا اتكلم معاكم والفيديو شغال في التوفير والحاجات دي كلها، واديكم افكار من خلال الفيديو برضو. تمام. الرنجه الايام دي كيلو ب60 جنيه، ممكن كل اسبوع تجيبي لك رنجايه. رنجايه، تشوف الرنجايه مثلا ممكن تقف عليك ب20 جنيه ولا حاجه، مش مشكله. لو 20 جنيه فايضه تجيبيها يوم على يوم على يوم، تجمعوا يبقى يوم في الاسبوع، تبقى حلوه جدا برضو معاكي. يعني بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نلم الوضع. تمام. كمان يا بنات لو انت عندك مكان، عندك مثلا سطوح او كده، وتقدري ان انت تربي فيه حاجه، الفراخ البلدي جميلة جدا ان انت تربيها. اول حاجة يعني بتبيض بيض بلدي والكلام من ده، فبيبقى جميل جدا، بيوفر عليكي يعني بطريقة ممتازة. وكمان هي اصلا اكلها خفيف، ما بتاكلش كتير، وفي نفس الوقت الاكل بتاعها بيكون من البيت عندك. انا الصراحة كنت بعمل كده في مصر، وكنت بربي بط برضو، وكنت برضو يعني من اكل البيت كنت باخد بقية الاكل بتاعت حماتي وبقية اكلي، ولو ماما عندها وكده كنت باخده. وبيبقى بقى عندي متوفر عندي الاكل، فطبعا يعني بياكلوا زي البيت، بالعكس بينضفوا حاجتك، كمان بينضفوا عزكم الله القمامة يعني. فبيبقى كويس قوي، وفي نفس الوقت بيبيضوا بيض كويس. كمان البط لو مثلا اتزنقتي في يوم في فلوس وكده، ممكن تبيعيلك بطاية او كده، بيبقى اسعارهم حلوة جدا واسعارهم غالية. فالصراحة انا كنت بعمل كده،
كانت بيوفروا عليا جامد جدا، كنت ببيع منهم وبرضو الحمد لله يا رب كان البيض اللي هو البلدي ده كان مالي عليا البيت، كان خير يعني ما شاء الله. بيضة عايزة تأكلي ولادك مش عارفة ايه، هتعملي صينية كيكة، هتعملي حاجة، البيض بيبقى متوفر عندك وبيبقى جميل جدا. بصوا يا بنات احنا هنا عملنا الفطير المشلتت بطريقة سهلة وجميلة جدا، بإذن الله هتنزل لكم بالتفصيل، وبرضو ياريت تكونوا انتوا شايفينها كده في أول الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسوش لايك وشير واشتراك في القناة، واشوفكم على خير بإذن الله في فيديو جديد، واتمنى اكون خفيفة عليكم. وطبعا القناة دي جديدة، كان عندي قناة قديمة بس اتحذفت، فيلا اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.